عمرك فكرت ليه ربنا بيأخر الرزق عنك؟ مش بيأخره عنك كده وخلاص. أكيد ليه سبب أنا وأنت ما نعرفوش. زي اللي بيعمل كده تحفة فنية من خشب، بياخد فيها وقت كتير. أول ما يجهزها ويظبطها ويطلعها لك التحفة اللي قدامك دي في الآخر، هو ده فعلا ربنا ما بيديلكش كل حاجة مرة واحدة. لا، بيديلك حاجة حاجة عشان يشوفك أنت هتعمل إيه، ويا ترى أنت هتكون إزاي. الفلوس هتغيرك ولا هتحسنك؟ في أوقات كتير الفلوس بتغير البني آدمين وبتغير نفوسها، حتى بتخليهم بني آدمين أوحش من مكان، ما بيرجعوش لأصلهم. يعني لو مريت بكل الكلام ده عشان بس حاجة واحدة، عشان لما النعمة تيجي ما تكسبكش بل تقربك من ربنا. خلي بالك لما تقرب من ربنا هيديك ويديك ويديك. لو انت مؤمن ان كل حاجة بتيجي في وقتها، اكتب توكلت على الله.